خارج بيلات، أو بالأحرى سوناطراك الثانية، وهو منجم ضخم للحديد في الجنوب الغربي للجزائر. يعد أحد أكبر احتياطات الخام الحديد في العالم، حيث تقدر احتياطاته حوالي 3.5 مليار طن من خام الحديد عالي الجودة. وقد ظل هذا المنجم غير مستغل لسنوات طويلة قبل أن يأخذ موقعه في قلب خطة تحول اقتصادي جزائري بعيدا عن الاعتماد الحصري على المحروقات. أبعاد اقتصادية. لطالما اعتمدت الجزائر بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، لكن مشروع غارج بيلات يمثل رافعة قوية لتنويع الاقتصاد من خلال إدخال قطاع التعدين وصناعة الحديد كركائز جديدة للنمو. من المتوقع أن لا يقتصر هذا المشروع على استخراج الخام وبيعه، وإنما أيضا إقامة وحدات لتحويل الخام محليا، مما يزيد قيمة مضافة ويقلص واردات الحديد والصلب. ثانيا، فرص العمل والتنمية المحلية. ربط المنجم بمشروع السكة الحديدية المرافق ساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير المباشرة على مستوى البناء والتشغيل والخدمات اللوجستية. بحسب تقرير اقتصادي، بلغ عدد الوظائف التي أحدثت حوالي 9700 وظيفة. إضافة إلى ذلك، يولد المشروع نشاطا اقتصاديا في المناطق الجنوبية التي عانت تاريخيا من نقص الاستثمارات والبنية التحتية. ثالثا، تعزيز عائدات وتقليص العجز الاقتصادي التجاري. بعد اكتمال التشغيل الكامل للمحطة والمرافق الصناعية، يتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تصل إلى نحو مليار دولار من صادرات الحديد والتركيبات المعدنية. كما يتوقع أن يساهم في توفير مليارات. أهمية الربط هذا المشروع. نقل الخام. يمكن للسكة نقل كميات ضخمة من الخام الحديد من خارج بلاد إلى موانئ ومراكز صناعية في الشمال مثل وهران بتكلفة أقل وأمان وأعلى مقارنة بالنقل البري. زيادة الطاقة التصديرية. هذا الربط يسمح للوصول إلى أسواق دولية عبر الموانئ، ما يزيد من تنافسية الصادرات. ثانيا، نقل الركاب. رغم أن التركيز الاقتصادي الأساسي للمشروع هو نقل الشحنات الثقيلة أي حديد، فإن الخط يتضمن محطات للركاب أيضا، ما يمكن من ربط سكان المناطق الجنوبية بشبكة الوطنية، تسهيل تنقل الأفراد بين الولايات الصحراوية ومناطق أخرى. أتوقع أن يسهم هذا الجانب في تحسين النقل بين الولايات وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية. ثالثا، تحسين كفاءة النقل وتقليل التكاليف. السكة الحديدية تعد وسيلة نقل أكثر كفاءة من الطرق البرية، خاصة في نقل البضائع الثقيلة لمسافات طويلة. هذا يعني خفض تكلفة نقل الطن من الخام، زيادة سرعة وسلامة الخدمات اللوجستية، وتقليل الضغط على الطرق البرية وتقليل الانبعاثات البيئية مقارنة بالنقل بالشاحنات. تأثير المشروع على الاقتصاد الوطني العريض. دعم الصناعة الوطنية. يساهم المشروع في إنشاء وحدات لمعالجة الحديد وتصنيع منتجات النهائية، ما يساهم في تأسيس صناعة محلية جديدة وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة. تعزيز البنية التحتية الوطنية. الربط بين الجنوب العميق والشبكة الوطنية لتعزيز بين تماسك الشبكة اللوجستية، ويشجع على تنفيذ الأفريقية.